المغرب جزيرة لا ترى، ولكن انظري إلى خريطة المغرب وسترين أن المغرب جزيرة، ويجب أن نستخرج من ذلك كل النتائج. قدرنا هو أننا جزيرة، ويجب أن نتصرف كسكان جزيرة. نعم. شكرا لك سي عبد الله العروي على هذا الحوار. جزيرة مطوقة بالبحرين أم بماذا؟ جزيرة مطوقة. هذا يعني أنا لا أستطيع أن أتنكر لما كتبت. أو بمشاكل مطوقة بالمشاكل. المغرب يلا طيب. عبر تاريخه ونقولها بالدارجة، المغرب ما عمره كان عنده صديق، ولسنا في حاجة إلى أصدقاء، لأن التاريخ أثبت ذلك. ممكن نعطيك داكشي بالدليل إلى سعادتك. نعم. غير ارتاح سعادتك. يمكن لأن عندك أنت واحد الهاجس. شوف قضاياك والله ما ينصرها شي واحد بعد الله، وإن إلى الله سبحانه وتعالى. وأبناء هذا الوطن شرفاء، وأبناء هذا الوطن شرفاء. صافي هادشي اللي دير النية، دير النية وتهنى. حتى القول ديال الدكتور عبد الله العروي قال بأن المغرب هو جزيرة، راه تتزكي القول تماما. وصلنا مصالح، لأن المغرب يتنازل على ذاته ونفسه من أجل الآخر، ولكن الآخر لا. الله يرحم لك الوالدين. شوف بلا ما المغاربة، وأنا تنقولها من منطلق التاريخ، بلا ما تحاولوا أنكم ترضيوا الآخر، رضيوا نفوسكم ورضيوا ولاد بلادكم. نعم. وخدموا هذه البلاد، لأن علاش غنبقاو نديروا حنا هذه المبررات أننا لأننا مسلمين. هذا الإسلام مثلا إلى الإيثار. نحن موثرون. أنا علاش تنقول هذا الشيء يا سي عتيق؟ لأن في التاريخ وانا تنشوف تلقى هذه البلاد السعيدة ديما تيهاجموها الآخرون، لا من الشمال لا من الشرق لا من الغرب، ولكن الأبناء نتاعها هما اللي تيدافعوا عليها عبر التاريخ. لذلك أنا فاش نقول مثلا أنك بغيتي دير شي علاقات مع شي دولة باش أنك تواجه دولة أخرى، بالنسبة لي أنا ما متفقش هذه المسائل باش من واضح. الحمد لله الدول كلها تتعرف مصالحها، حنا خصنا نخدموا على نفوسنا. إلا رجعنا للتاريخ اش تلقاو؟ أن المغرب كان معرض عبر التاريخ